السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناتكم لمسة من مطبخي. وصفتنا لنهار اليوم وصفة بزاف بنينة وكامل الجزائريين يحبوها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. هذه الوصفة بزاف بنينة. نجوز مباشرة لطريقة التحضير. هنا عندي كمية ما دقيق يكون رطب. حطي الكمية اللي عندك، ما نقدرش نكيل لك انتيا وعد الافراد العائلة تاوعك. نحط شوية ملح وشوية ماء اللي نلم به العجينة. نذوب هذاك الملح كامل في الماء ونجي نطم العجينة تاعي. ما نخليهاش يابسة وما نخليهاش جارية، تكون معين. نبقى نزيد في الماء حتى تنطم لي العجينة تاعي. هنا راني طميت العجينة تاعي كيما راكم تشوفوا، ما درتهاش يابسة وما درتهاش شوية مطلوقة. نجيب هنا كيس بلاستيكي، نشمخه بشوية ما يكون سخون ونحط فيه العجينة تاعي ونخليها تريح حوالي نصف ساعة. ونجوز مباشرة لطريقة الحشو. هنا عندي كمية من البصل كنت قطعته رقيق، وعندي شوية فلفل حار وشوية طماطيش كنت رابيتها. انا هنا كثرت شوية فلفل حار باسكو العائلة تاعي تبغي شوية الحار، وانتوما كل وحدة ودير الكمية اللي تساعدها. هنا في مغلى كنت حطيت شوية زيت. نحط هذاك البصل كامل يتقلى لنا ونجي نضيف عليه فلفل حار. هنا نجي نضيف الفلفل الحار اللي كنت قلت لكم عليه. نجي نضيف لهم شوية ملح ونغطيهم، نخليهم يطلقوا كامل هذاك الماء تاعهم ويطيبوا فيه. في الوقت هذاك اللي هما راهم يطيبون نروح للعجينة نلقاها ريحت شوية. هنا العجينة تاعي بعد مرور حوالي 20 دقيقة ولا نلقى العجينة تاعي ريحت كيما راكم تشوفوا. ندلكها، دلكيها بالكف هكا راح تندلك معاكم بالخف. نجي هنا نبدا نضيف الماء غير بشويه ونسي ندخلوه في العجينه. ندلك بالكف تاعي وندخل هذاك الماء اللي كنت ضفته. نزيد غير بشويه حتى العجينه تاعي تندلك. هنا كيفاش تعرفي العجينه تاعك باللي سيبو راهي بزاف عليها الماء؟ تحسي باللي العجينه تاعك راهي تطرطق تحت يدك وتشكل لك شغل كيما النبولات من تحت. هنا العجينه تاعي سيبو راهي دلكتها وتجيكم بزاف طريه كيما راكم تشوفوا. تحسوا العجينه تاعكم بلي راهي خفيفه ماشي يابسه، ثم عارفي باللي سيبو راهي مليحه كيما راكم تشوفوا. حتى يولي لنا الشكل تاعها من برا املس، تجي رطبه. هنا في اناء كنت دهنته بشويه زيت، نجي نحبط العجينه تاعي فيه وندهنها من الفوق كامل بشويه زيت ونخليها تريح حوالي ربع ساعه ونجي نديبو ليها. هنا بعد ما جازت ربع ساعه العجينه تاعي راهي ريحت مليح كيما راكم تشوفوا. نجي نشكلها كرات صغار. هنا في بلاطو كنت دهنته بشويه زيت نحط فيه هذوك الكرات نتاوعي. هنا ما تكبريش الشكل باش الحبه تاعكم تجي في الشكل المعقول. انا خيرت هذا الحجم وانتيا الحجم اللي يساعدك ديريه. نكمل كامل العجينه.
هنا بعد ما ديبوليت كامل العجينه دهنتها من الفوق بشويه زيت، ونجي نغطيها في كيس بلاستيكي، خليها تريح حتى يوجد لنا الحشو تاعنا ونبدا نطيب. نجوزو للحشو اللي كنت خليته يتقلى، اللي كنت خليته يطلق الماء تاعو. هنا راني لقيته طلق هذاك الماء تاعو كامل وعاود شربه، وطاب لي هذاك البصل وهذاك الفلفل الحار. نجي نقليهم بلا ما نغطيهم درك، غير شويه قيس ما يتقلاو كما راكم تشوفوا، ونجي نضيف عليهم طوماطيش اللي كنت رابيتها. هنا نخلي هذيك الطوماطيش كامل تتجمر وتطلق لنا كامل هذاك الماء تاعها. النار هنا ما تكونش قليله، باسكو الطوماطيش بالخف طيب، تكون شويه متوسطه. هنا الطوماطيش تاعي راهي تجمرت لنا كامل وطابت. نجي نضيف عليها حوالي نصف ملعقه كبيره طوماطيش مصبره، نضيف لها شويه فلفل عكري وشويه فلفل كحل. نقلي كامل هذاك الخليط تاعي، ونجي نضيف عليه ملعقه هريسه. الهريسه اختياري. بعد ما يتقلى لنا كامل هذا الخليط نجي نضيف عليه حوالي نصف كاس ماء سخون. نخلط هذاك الحشو تاعنا كامل مع هذاك الماء، ونخليهم يزيدوا يتقلاو حتى كامل تشرب لنا هذاك الماء وتنشف لنا معنا التشكشوكه تاعنا. نطفي عليها ونخليها تبرد، ونروحوا مباشره نطيبوهم. هنا التشكشوكه تاعي سي بون، راني نحيتها من فوق النار وراهي بردت كما راكم تشوفوا. تجي بزاف بنينه بهذه الطريقه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنا عندي شويه زيت اللي راح نخبز بيها الخبيزه تاوعي. هنا كنت دهنت سطح العامل تاعي بشويه زيت، نحبط فيه الكره ونجي نخبزها كما راكم تشوفوا. نخبزها شويه ونبدا نشد من الاطراف ونكسر العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه رقيقه، حتى طاوله العمل تاعنا تبان من تحت. نحل العجينه كامل. نتمنى ان شاء الله الطريقه راهي واضحه. هنا نجي نقلب الجهه اللي في الاعلى نقلبها في الوسط، والجهه اللي من تحت ثاني نقلبها في الوسط حتى تتلقى لنا العجينه الفوقانيه مع التحتانيه. ونجي نحط الحشو في الوسط ونمشيه كامل، ونجي نقلب بالجهه ونغلق العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. هنا ما تخبزيهاش فوق طاوله العمل، سينو هذاك الحشو راح يخرج من الاطراف. نجي نعاود معكم خبزه واحده اخرى، نحلوها كامل كما راكم تشوفوا، ومن بعد نبدا نكسل في العجينه كما راكم تشوفوا. وبنفس الطريقه راح نقلب الجهه اللي من الفوق والجهه اللي من التحت حتى يتلاقاو في الوسط. نجي نحط الحشو في الوسط ونمشيه كامل بيدي ونقلب بالجهات ونغلق على الحبه تاعي كما راكم تشوفوا. ندي الحبه تاعي مباشره للطاجين ولا مقله اللي تكوني راح تطيبي فيها. بعد ما تحطيها في الطاجين سوي لها الوجه تاعها باش تجيكم الحبه متحوفه وشابه. نبقى نقلب في الحبه تاعي كل مره حتى تطيب معانا.
هنا كنت زدت حبة واحدة أخرى. نبقى نقلب في الحبة تاوعي كامل حتى يطيبوا. بعد ما يطيبوا نحيهم ونكمل كامل الحبات بهذه الطريقة ونعاود نرجع لكم. هنا راني كملت كامل الحبات اللي عندي كما راكم تشوفوا. يجي بزاف خفيف بهذه الطريقة ويجي مورق من داخل، والعجينة راح تجي رقيقة ماشي خشينة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. واذا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير ديروا لي جيم وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشاركوا الوصفة مع اصحاباتكم وحباباتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.